لا، في ناس كانوا اطراف في المؤامره، وفي ناس اللي حطت شكايات اوكي كيديه مع هذه المطالبات بالحق المدني، وصار شيء فوق شيء. فاحنا عندنا قانون في المغرب، اذا كان في شهاده من مثلا متهم رئيسي اوكي شهد فيك، خلاص بدون ادله ولا بدون شيء، اذا ما حتى واذا ما في ادله. طب فانت بتحكي مدانه دنيا، بتحكي عن مؤامرة، بتحكي عن خلفيات سياسية، عم طبعا. بتكبري الموضوع كتير. لا انا ما بتكلم عن خلفيات سياسيه، انا مالي داعي في السياسه ابدا، انا قاعده اتكلم عن قلتي مؤامره لأنك من. غنيتي للصحراء المغربية أو للقضايا صحيح الوطنية. صحيح. في فانا كتير قاعده اقول فنانين لك انه وفنانات مغاربة من المغرب غنوا للصحراء المغربية، ليه أنت بدك طبعا، تستقصدي؟ مم. بس المطالبه بالحق المدني ما اشارت باصبع الاتهام لهالفنانين، اشارت لدنيا بطمه فقط، لان انا الوحيده اللي كنت مطلوبه جدا في مجموعه من المدن والاقاليم الصحراويه اوكي، يعني قلميم، طنطان، الداخله الى غير ذلك، وطلعت في فيديو قاعده مش عاجبها الوضع اني انا اغني في الصحراء، تقول اني امثل واني لبست ملحفه، احنا نقول عنها الملحفه الصحراويه، تقول انا امثل. انا ما امثل في بلدي، انا مغربيه، البس من طنطان لبويره، البس اللي انا ابيه، اتحلى بزي المغربي، ان كان أنت عم قفطان بتلمحي. او ملحفه او. نعم، عم بتلمحي على الفنانة المغربية سعيدة شرف اللي عملت مؤتمر صحفي وقالت انه كل اللي حكيتيه بالفيديو اللي انتشر الشهير انه انت عم تضلل الرأي العام، شو لا بترد عليها بالعكس، لسعيدة شرف؟ لا انا برد عليها بقول لها انت بتضربين في القضاء، هذه اول شيء، لان في منطق حكم باسم جلاله الملك ان احنا مش اصحاب الحساب، وجميل انها طلعت في الندوه وقالت انه احنا مش اصحاب الحساب. 4 سنوات وانا في صمت قاعده اتعذب من هذه الانسانه، لانها تقول لا انا صاحبه الحساب. فجاه طلعتي بعد 4 سنوات و5 سنوات تقولي انه مش انا صاحبه الحساب، فقط لانه في تواصل بيني وبينه. شو طب هذا يعني؟ دنيا، اذا انت على حق وطلع هيدا الامر يعني طلعتيه بوثائق، ليه طلعتي بكيتي واستنجدتي بجلالة طبعا الملك؟ لاني انا مظلومه رابعه، من حقي اني ابكي. انا مظلومه، صار لي 4 سنوات انا واختي و5 سنوات مظلومات ظلما وعدوانا. واجيب لك من الشعر بيت شلون ابتدى هذا الفيلم كله. ابتدى بمحادثه مفبركه من هذه الانسانه، تقول انها كلمت هاكر سعودي واخترق حساب معين لشخصيه معينه، والحوار بين هذه الشخصيه وحمزه مومبيبي الكلام يشبه طريقة كلامي، يعني شنو هذا؟ نعم، لا ويتهكر وتخترق عادي يعني. نشدتي جلالة الملك وعم تبكي بحرقة اجاكي رد ملكي؟ اجاكي رد على هالمناشدة؟ حدا سأل عنك؟ حتى لو اناشد، انا حطيت طلب عفو ملكي مثلي مثل اي مواطنة مغربية، لان هذا من حقي. نعم، وانت فنانة، انت فنانة واسم مثير للجدل ومعروف، اجاكي رد صحيح. من جلالة الملك ولا لا؟ لا. ليش؟ انا اقول لك ليش. ليه؟ لان عندنا في مناسبات اللي يجي فيهم الرد، فالرد اللي يعني رد الملك او الديوان الملكي يكون في المناسبات. فالمناسبة نعم. القادمة هي عيد الفطر، يعني احنا نروح حسب المناسبات، فان شاء الله اتمنى انه يكون الرد في عيد الفطر يا رب. نعم. دنيا، في تضامن من الرأي العام المغربي معك؟ واسع جدا 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 جدا، وانا اشكر من هذا البرنامج اللبناني الجميل، من قناة الجديد، اشكر كل الشعب المغربي، لانه فعلا في هذه المحنة وفي هذه الازمة وقفوا معي وقفة رجال، سواء بنات بلدي نعم. او اولاد بلدي، وعرفوا الحقيقة الحمد لله، وعرفوا التضليل، وعرفوا المؤامرة، وعرفوا نعم. الاشاعات والشائعات. ولكن هيدا دنيا لا يعمم، بالمقابل في كتير آراء على السوشيال ميديا من صحفيين مغربيين وعرب ورأي عام عربي، وآلاف الفيديوهات اللي عم بترد عليكي وعم بتقول انك لا مش آلاف الفيديوهات، ما شفت آلاف الفيديوهات، بالعكس انا شفت كل الناس متضامنه معي، بنات بلدي وعيال بلدي كلهم متضامنين معي. طب نحن بنتمنى، انا ما شفت شيء. انا بالعكس انا اشوف الطرف الثاني، نحن بنتمنى لانه ادى انسانه مظلومه. نحن بنتمنى انه اذا كنت مظلومه اكيد يكون في تعاطف، ما بنتمنى لك الا. للحين ما خلصنا رابعه، احنا للحين عندنا طلب العفو اللي وقف العقوبه، وعندنا طلب اعاده النظر في الحكم اللي كذلك يوقف العقوبه، وللحين مستمر، انا ما اسكت عن حقي.